السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنقدم تحية كبيرة جالية المغربية في كل مكان، خوتنا المغاربة من طنجة الكبيرة وخوتنا العرب والمسلمين في كل مكان. غنقولوا بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي حط لينا بصمة يبصمها في الكعبة، نهار الخايب تكونوا غايبين والنهار الزوين تكونوا حاضرين ناظرين. الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، والله يبعد علينا وعليكم ولاد الحرام، والله يبعد علينا وعليكم اللي ما كيخافش الله. القصة اللي غنشارك معكم اليوم اخوتي قصة ديال واحد البنت اللي تصدمت بواحد الواقع اللي ما عمرها كانت كتمنى ولا كتسنى توقع فيه ولا تحط فيه. تخدعت بواحد الطريقة اللي غريبة وعجيبة. ولكن قبل ما ندخل في القصة، دعم القناة بلايكات ودعم القناة ببارطاج، وطبعا القصص راه كنحطوهم ليكم نتوما المتتبعين زوينين باش تخليو لنا الرأي ديالكم فيهم. وكنشكر بزاف ديال المتتبعين اللي جاوني وزاروني في المحل ديالي. من هنا كنقول لكم شكرا بزاف ليكم، وكنقدم لكم تحية كاملين وكاع الناس اللي جاو زاروني من المتتبعات والمتتبعين ديالي. وكنسلم وكنقدم تحيه لواحد الاخت سميتها حافظه كتعيش في اسبانيا. تحيه كبيره ليك اختي حافظه. غنفراني ونرجعوا بالماضي. اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، واللي ما عندوش بدايه ما عندوش نهايه. هذه خوتي واحد البنت اللي الاسم ديالها حليمه. حليمه اللي حلات عينيها لقات راسها يتيمه، يتيمة الام ويتيمة الاب. الاب ديالها ما عارفاه شكون هو لحد الان، لان الاب غير دار علاقه واختفى. فبقات الام حامله داك الجنين في كرشها. من بعد ما ولدات تخلات على هاد البنت، عطاتها لواحد المراه كبيره اللي كانت باغا تطفي العطش ديالها من الاولاد. شدات هذيك المراه وكبراتها، ونقدروا نقولوا حتى ديك المراه استغلاتها. ما قراتها، ما دارت ليها حتى شي حاجه، علماتها تشقى. ما قراتهاش باش تكون حتى شي حاجه في المستقبل، ولا دارت ليها حتى هي مستقبل، لا، خلاتها عندها. يعني استغلاتها، شقات ليها وصبنت ليها وغسلت ليها الماعن، يعني خدامه فابور. هكا كتحكي مولات القصه. قالت لي عشت مع ديك المراه بحال هكا. قالت لي والمراه كانت لاباس عليها لا هي لا راجلها. قالت لي جا واحد النهار، قالت لي والمراه ماتت. قالت لي ملي ماتت لقيتها ما كاتبه ليا حتى، كانوا عندها الممتلكات والذهب وكلشي. قالت لي ما مخليش ليا حتى شبر. قالت لي خرج شي طلور ويد القدام. قالت لي حتى من داكشي اللي كان عندها في دارها ما ديت منه حتى حاجه، داو عائلتها. قالت لي خرج في حالاتي. قالت لي المهم اش غنقول لك. قالت لي كانت صدمه عمري، لقيت امي اللي كبرت معاها ماشي امي. وصدمه عمري الثانيه ما ديت حتى حاجه، خرجت للزنقه. قالت لي وهي تشدني واحد الجاره، حتى هي مسكينه ماشي شدادني لانها بغات دير فيا خير. قالت لي شوفي انا ما عندي باش نخلصك، ولكن كولي وشربي وتكسي وتصبطي وعاونيني. قلت لي مشيت لعندها على وعدي وسادي، ما عندي فين نمشي، ما بغيش الزنقه. قالت لي مشيت لعند ديك المراه. قالت لي اش غنقول لك، 6 ديال الصباح كتدق عليا في البيت اللي عاطياني، كتقول لي نوضي وجدي مخيمرات وجدي مسيمنات وجدي بغيريرات وخبزي وعجني وديري. قلت لي وكنوض على وعدي وسعدي ونخبز ونعجن ونوجد الفطور ونرد الطاجين، واللي بغى السفه نديرها واللي بغى. قالت لي كانت معلماني المراه الطياب. قالت لي لقيت راسي خدامه فابور. قالت لي ضربت معها عام. قالت لي هاد العام تقريبا نقدر نقول لك كملت فيه 19 سنه. قالت لي واحد النهار مشيت للحمام. قالت لي واحد المراه واحد الجاره كاين سما. قالت لي بنيتي مشيتي من هم لهم. قلت لها خالتي واش غادي ندير، ما لقيت فين نمشي. قالت لي شوفه بنتي، راه كاينه واحد المراه كتخدم خطابه، واش عندك شي حاجه للفلوس؟ قلت لها درهم ما عنديش، درهم
ما عنديش. قالت لي شوفي راه تتزوج السواعده والتواركه والاماراتيين والكويتيين. ايوا ها انت شوفي الا بغيتي غير قولي لي. قلت لها بغيت خالتي فكني من التمارين اللي انا فيها. قالت لي شوفي كيفاش تسلتي وجي عندي شي راه جايه عندي. قالت لي المهم شقيت درت كلشي. قالت لي خرجت بلا ما نقولها ليها. قالت لي خرجت مشيت لعند ديك المراه. قالت لي وراتني لديك المراه. قالت لي انا الصراحه خالتي زوينه. قالت لي وراتني لديك المراه. ديك المراه عجبتها جيتها زوينه وطويله وبيضه وكلشي فيا. قالت لي مالك. قلت لها شوف غير شوف لي شي ولد ناس انا راه ما عنديش ونهار يحن عليا الله راني نعطيك. كنت كعاودت ليها الاستغلال اللي استغليت ولكن انا باقا بنت بنوت. ولدتني امي ولاحتني بويا ما عارفه شكون هو. عشت مع ديك العائله مع ديك المراه. ديك المراه نهار ماتت كلشي ديال خوتها وعائلتها. خرجت يد الرويد لقدام مشيت هاد المراه الاخرى حتى هي باغا غير تستغلني تتفيقني مع النبوري. ايوا هادشي اللي طلع. قالت لي شوفي كاين واحد السعودي بغى يجوج ولدو. سعودي بغى يجوج ولدو او السعودي بغى يجوج ولدو يقدر يجوج مثلا يتزوج هو كبير اما يجوج ولدو باقي صغير في عمره 30 سنه كاينه شي حاجه. المهم قالت لها ما مالو حتى حاجه باغي يجوج ولدو ولا بغيتي بسم الله راه هو كاين دابا في المغرب وجايب وكاله باش يجوج ولدو حك ولدو خدام. قالت لي ما عنديش مشكل. قالت لها شوفي بلا ما ترجع هاد المراه دوك الشراوط ديالها خليهم ليها. جلسي عند السيده هنا فعلا مشات قالت لي السيده يلا نديك. قالت لك ما شدو من عندي حتى حاجه باش ما نكذبش على سيدي ربي راني اليوم قدامي وغدا ورايا. قالت لي داتني ديك المراه اللي هي الجاره. قالت لي داتني عاد الكوافوره الحمام قادوني عوضوني صوبوني. جا السيد شافني قال لي ما الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. زعما قالت لك عجبته. قلت لك فعلا. قالت لك جاب لي سميتو. قالت لك جاب لي قالت لك الخاتم. جاب لي قالت لك الحوايج ما خلى ما جاب لي اي حاجه زوينه جابها لي. قلت لي درنا لاكت ضربنا العقد. قلت لهم مشينا في حالاتنا. قلت لي داني ومشى. قلت لي المهم من بعد ما صوبت الباسبور وقضيت الامور وكل شيء والوراق عندي وريقاتي اللي دارت لي ديك المره اللي ماتت. قلت لي مشيت وصلت معاه للسعوديه. قلت لي هادشي كله نقدروا نقولوا درناه تقريبا شي شهر باش وجدنا وصابنا الباسبور وقادينا الامور وكل شيء. قلت لي صافي مشيت مع السيد للسعوديه. قلت لي فاش كنوصل للسعوديه وكنشوف هاد العريس اللي انا رايحه ليه. قلت لي عريس نقدروا نقولوا ميت ماشي حي. ما كيهضرش ما كيسمعش ما كينوضش ما كياكلش راسو. بل مشيت خدامه وانا مزوجه خدامه لثالث مره فابور. ثالث مره كنمشي نخدم فابور ويا ريت غادي غير نخدم وصافي. كنخدم والعاجوز اللي جوجني لولدو ما عندوش المراه. انا خدامه بنهار ومرا لي هو في الليل. ولدو مزوجني على الوراق وهو مزوجني في الواقع. وقولوا لي اش غندير في قصتي. وحتى لا رجعت للمغرب فين غادي نرجع وعد من غادي نرجع ولمن غنحكي حكايتي ولمن غنعاودها. قالت لي المهم هاد العجوز شنو دار ليا. شرا ليا جوج ديال البارطمات في مراكش. شراهم ليا في سميتي وحط ليا واحد المبلغ اللي ديال 50 مليون في سميتي في المغرب. وقال لي غتبقاي على هذا الحال اللي انتي لي. غتبقاي بحال هكا لاني العائله ديال المرحومه مرتي هما اللي ديالهم هاد الممتلكات كامله وشارطين عليا ما نتزوج. انا دابا مزوج بك في الواقع ولكن راك انتي مرت ولدي في الوراق ولكن راك مرتي انا في الواقع. ودابا حنا عايشين. المهم باش ما تقوليش انا خدامه فابور. كتكيني فاجئني بهادشي اللي شرا. واش انا دابا عايشه في الحرام؟ من طبيعه الحال اختي راك عايشه في الحرام حيت هو ماشي راجلك. حيت راجلك هو ولدو
راك من طبيعة الحال عايشة في الحرام، وإلا كنت كدابة المتتبعين وكذبتي عليها في هذا الرد اللي رديتي عليها، خليو لنا رأيكم في التعاليق. أنتِ دابا تقدري تقولي بعتي شرفك ب2 برطمات وبديك 50 مليون، وما غاديش يطلقك، لأن ما غاديش يخليك تجي بسهولة. أنا ما عرفتش الحل، يقدروا الناس اللي تما يعطيوك الحل، ولا الناس اللي عارفين القانون ديال تما يعطيوك الحل. خوتي وخواتاتي، خليتكم في رعاية الله.